واخيرا تم الاعلان عن العتبه اللي غادي يعتمدوا عليها باش يعطيو الدعم الاجتماعي المباشر للاسر المغربيه بطبيعه الحال اللي مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد. السلام الله عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم الاخوان غادي نتكلموا على واحد المساله مهمه واللي كلشي كيتساءل عليها، اللي هي العتبه اللي غادي يعتمدوا باش يعطيو الناس اللي مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد الدعم، يعني العتبه المعتمده في صرف الدعم الاجتماعي المباشر. واخيرا تم الاعلان عن العتبه اللي غادي يعتمدوا عليها باش يعطيو الدعم الاجتماعي المباشر للاسر المغربيه بطبيعه الحال اللي مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد. اذا فإلا كنتي مهتم تبع معايا الفيديو حتى النهايه، لكن قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات باش توصلوا بكل جديد كيتنشر في القناه ديالنا، ودير لايك للفيديو اللي مالا وبارطاجيه باش كلشي يستافد. وما تنساوش تدخلوا عندي لاشين الثانيه ديالي، غتلقاو الرابط ديالها في اول كومونتير تحت هذا الفيديو. واي واحد عنده شي سؤال ولا استفسار يتواصل معنا من خلال الصفحه ديالنا عبر الفيسبوك. اذا نبداو على بركه الله في الشرح. اذا كما تابعتوا معنا الاخوان من خلال القناه ديالنا شرحنا شنو هو الدعم الاجتماعي المباشر، شكون هما الناس اللي غادي يستافدوا من هذا الدعم، شنو هما الشروط الاستفاده، شنو العلاقات علاقات يعني الدعم الاجتماعي المباشر بالسجل الاجتماعي الموحد، ودوينا على بزاف ديال الامور اللي كتعلق بهذا الدعم الاجتماعي المباشر. غتلقاو فيديوهات بطبيعه الحال في لاشين ديالنا، يعني غتلقاو فيديو ديال شروط الاستفاده من هذا الدعم المباشر، امتى غادي تصرف يعني بدايه الاستفاده من هذا الدعم، كذلك دوينا عليها وشرحنا بالتفصيل شحال غادي تاخذ كل اسره، لان بطبيعه الحال كل اسره كتختلف عن الاخرى. شحال غادي تاخذ اسره مثلا عندها ابناء، اسره اللي ما عندهاش ابناء، ناس اللي عندهم اعاقه، هذه الامور كامله وضحناها في فيديوهات سابقه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندويو على العتبه اللي حددوها بالنسبه للاستفاده من الدعم المباشر. اذا كما كتعرفوا جميع ان العتبه ديال الدعم المباشر غادي تختلف على العتبه ديال الاستفاده من التغطيه الصحيه ام تضامن. كما كتعرفوا ديجا دوينا قبل على الاستفاده من التغطيه الصحيه ام تضامن، فالعتبه اللي كتمكنك انك تستافد بالمجان من هذه التغطيه هي 9.32. اذا الاخوان في العتبه ديال الاستفاده من الدعم الاجتماعي المباشر بطبيعه الحال كتختلف على عتبه الاستفاده من التغطيه الصحيه ام تضامن اللي دوينا عليها قبل اللي هي 9.32. الى جبتي هذه النقطه هذه بطبيعه الحال غتستافد من التغطيه الصحيه ام تضامن بالمجان. الان بالنسبه لعتبه الاستفاده من الدعم المباشر هي 9.74. هذه هي العتبه اللي غادي يعتمدوا عليها في الدعم الاجتماعي المباشر، يعني الناس اللي مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد وعندهم نقطه قل من 9.74 هما اللي غادي يستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر. بطبيعه الحال بزاف ديال الصحف كيتكلموا على هذه العتبه هذه، ولكن بطبيعه الحال بالنسبه للقانون المنظم او القرار التنظيميه المنظمه لهذه المساله هذه، يعني طريقه صرف الدعم، ما كاين حتى شي قرار او لا حتى شي اعلان رسمي على العتبه المعتمده. ولكن اخبار اللي كتراوج حاليا او لا الناس العتبه اللي كيدويو عليها هي 9.74. بطبيعه الحال نشرات في مواقع رسميه ديال البرلمانيين، اشخاص عندهم علاقه بهذا الدعم الاجتماعي المباشر كذلك. يعني بزاف ديال الصحف وبزاف ديال المصادر اللي كتاكد على ان الدعم الاجتماعي المباشر العتبه اللي غادي تعتمد باش تصرف للاسر المغربيه هي 9.74، وبالتحديد هي كالتالي 9.743. اذا كما كتلاحظوا هذه الصفحه الرسميه ديال واحد البرلماني كتب باللي عتبه استحقاق الدعم الاجتماعي المباشر التي حددها القانون هي 9.743، يعني 9.74 نقطه. يعني بطبيعه الحال خاصك تحصل على هذه النقطه هذه في السجل الاجتماعي الموحد. بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش علاش كندويو، رجعوا لاشين ديالنا تفرجوا في فيديوهات باش تفهموا علاش كندويو وكيفاش انك تستافد حتى انت من هذا الدعم. اذا بالنسبه للناس اللي مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، باش انك تستافد من الدعم المباشر خاصك تجيب نقطه 9.74 لتحت. وكاينين كذلك بزاف ديال الصحف والجرائد اللي ذكروا هذه المساله هذه، يعني ذكروا عتبه الاستحقاق الدعم الاجتماعي المباشر واللي ذكرت باللي العتبه المعتمده هي 9.74. وبالتالي بما ان كلشي كيدوي على هذه العتبه هذه غالبا هذه هي العتبه اللي غادي يعتمدوا عليها. وكما ذكرت قبل في الفيديوهات اللي درنا قبل ملي دوينا على الدعم الاجتماعي المباشر، ذكرنا باللي غادي يحددوا شي عتبه اللي فوق من العتبه المعتمده في التغطيه الصحيه ام تضامن، لان العتبه المعتمده في التغطيه الصحيه هي 9.32، دابا اعتمدوا 9.74 يعني كبر من العتبه ديال امو.
ولكن بالنسبه كما ذكرت لكم قبل، بالنسبه للقانون الاساسي اللي كينظم طريقه صرف الدعم راه مازال ما خرجش. يعني ملي غادي يخرج باش يشرح لنا كيفاش غادي نصرفوا هذا الدعم هذا، كيفاش غادي تنظم هذا الدعم، وهو اللي غادي تذكر فيه بطبيعه الحال العتبه المعتمده، راه مازال ما خرج. ملي يخرج ان شاء الله غادي نشرحوا لكم، وغادي نشرحوا لكم كذلك كيفاش غادي تاخذ هذا الدعم، هذه طريقه الاجراءات، هذه المسائل كامله غادي نشرحها ان شاء الله في فيديوهات قادمه ان شاء الله. وهذه فرصه باش انك تشارك في القناه. الا كنتي اول مره كتشوف فيديوهات بحال هكا، اشترك في القناه باش يوصلك ديما الجديد. وبطبيعه الحال غادي تفتح واحد البوابه، يعني واحد الموقع خاص بهاد الناس اللي عندهم هذه النقطه هذه، يعني اللي حاصلين على العتبه ديال الاستفاده من الدعم الاجتماعي المباشر. ذاك الموقع كيتسجلوا فيه خاص بالدعم المباشر، يعني كتسجل فيه باش انك تاخذ الدعم. حاليا مازال ما كاين حتى شي موقع، يعني مازال ما بداو الاجراءات يعني ديال صرف الدعم. ملي غادي يبداو ان شاء الله غادي يلوحوا الموقع، وطبيعه الحال راه غادي نشرحوا لكم الموقع في القناه ديالنا، لان كما ذكرنا قبل على ان بدايه الاستفاده من الدعم غادي تكون اواخر سنه 2023. يعني ما بقى والو في الايام المقبله ان شاء الله غادي يخرج القانون الاساسي اللي كينظم صرف الدعم الاجتماعي المباشر. اذا على العموم المعلومه اللي بغيت نبارطاجيها معكم هي العتبه المعتمده في الاستفاده من الدعم الاجتماعي المباشر اللي هي 9.74. نتمنى يكون الموضوع نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله ومع موضوع اخر.